تعمل اعلانات ممولة عشان تبيع منتجات اونلاين او حتى عشان تبيع خدمات. في الفيديو ده هقولك على شوية معلومات بسيطة بس هتفرق معاك جدا جدا في النتائج بتاعتك، وهتخليك فاهم اكتر ايه هي اسباب نجاح الاعلان بتاعك عشان تبدأ بعد كده تطبقها في اعلاناتك التانية، او حتى انك تفهم اسباب فشل الاعلان بتاعك عشان تتجنب ده فيما بعد وتبدأ تعدل على الحملة بتاعتك. بس قبل ما ادخل في التفاصيل، في كلمة مهمة جدا لازم تبقى فاهمها عشان تبدأ تكمل معايا الفيديو، وهي كلمة فانل. ودي انا هشرحها لك بطريقة بسيطة، وهي فكرة او باختصار هي رحلة العميل من اول ما بيشوفك لحد ما بيشتري منك. وده زي ما انت شايف دلوقتي كده، ده اكتر مثال او اكتر شكل بيوضح ايه هي رحلة العميل او الفانل بتاعت العميل من اول ما يشوفك او يشوف الاعلان بتاعك لحد ما يشتري المنتج او الخدمة بتاعتك. الجزء اللي فوق دايما بيبقى اكتر من الجزء اللي تحت. الجزء اللي فوق ده هو الناس الكتير جدا اللي بتشوف الاعلان بتاعك او بتدخل على الموقع بتاعك او حتى بتبعت لك رسالة. الجزء اللي تحت خالص دي هي الناس اللي وصلت لمرحلة اخر الفانل، وهي ان العميل اشترى منك الخدمة او اشترى منك المنتج بتاعك. الفانل دي لو قدرت تفهمها كويس وتحدد العميل بتاعك وقع في انهي مرحلة من مراحل الفانل دي، وقدرت ان انت تعدلها وتظبطها، مبروك عليك ان انت هتقدر تحقق نتائج احسن وافضل بكتير بنفس التكلفة اللي انت بتعمل بيها الاعلانات الممولة بتاعتك، من غير ما تزود اي صرف جنيه واحد حتى في الاعلانات الممولة. الموضوع كله انك تفهم العميل وقع منك في انهي مرحلة عشان تبدأ تحدد ايه هي المشكلة اللي انا محتاج اعدلها. كده فهمت يعني ايه فانل؟ طيب ايه هي بقى الفانل بالتفاصيل؟ بقى ايه هي المراحل اللي العميل بيعدي منها من اول ما بيشوفك او يشوف الاعلان بتاعك لحد ما بيشتري منك؟ وعايزك تستحملني شوية في الفيديو ده لو طولت عليك، بس عشان انا عايزك فعلا تستفاد بجد وهتبسط اكتر بكلمة شكرا من ان مجرد الفيديو يجيب مشاهدات. اول مرحلة في الفانل الخاصة بالتسويق والاعلانات هي المرحلة اللي العميل بيشوف فيها الاعلان بتاعك، اللي هي الريتش والامبريشن. الريتش والامبريشن دول، هو الريتش هو كام عميل او كام شخص شاف الاعلان بتاعك، الامبريشن هو الشخص الواحد شاف الاعلان بتاعك كام مره. طيب لو انت قدرت ان انت تقلل التكلفه، يعني ايه تقلل التكلفه؟ يعني مثلا على سبيل المثال، انت دلوقتي عشان توصل ل 1000 واحد يشوف الاعلان بتاعك بتدفع مثلا وليكن على سبيل المثال 20 جنيه. لو انت قدرت تقلل التكلفه دي تخليها 15 جنيه، فده معناه ان ال 20 جنيه اللي كنت بتصرفهم بدل ما هتوصل ل 1000 واحد، لا ممكن توصل ل 1200 1300. وده طبعا على الميزانيات الكبيره بيفرق جدا. فانت لو قدرت ان انت تعدل المرحله دي، هي اول مرحله خالص في الفانل، لو قدرت تعدل المرحله دي وتعدل عليها بحيث ان انت توصل لتكلفه اقل، ان انت تظهر لناس اكتر بنفس التكلفه، ده هيسمع معاك في باقي الفانل كلها وهتحسن النتائج بشكل اوتوماتيك، لان كل العملاء اللي داخله في باقي مراحل الفانل زادت، فبالتالي النتائج بتاعتها زادت. تاني مرحله في فانل التسويق والاعلانات، بعد ما قلنا ان اول مرحله هي ان العميل بيشوف الاعلان بتاعك، تاني مرحله هي ان العميل بيبدأ ان هو يقف على الاعلان ويبدأ يقرأ المحتوى بتاعك، او يبدأ يفتح الفيديو بتاعك يشوف المحتوى، او ان هو حتى يبدأ يدوس على اللينك ويبدأ يخش على الويب سايت عشان يبدأ يشوف انت بتعرض ايه او ايه هي التفاصيل. والمرحلة دي بتتقاس بنسبة مئوية، يعني كام في المية من اللي شافوا الإعلان وقفوا وبدأوا يدوسوا على اللينك أو يفتحوا الفيديو أو يقروا المحتوى. وعشان مثلا لو انت عايز يبقى فيه رقم معين تقدر تقيس بيه اذا كنت الاعلان بتاعك تمام ولا لا، فالمتوسط بيبقى تقريبا 1%. يعني لو 1% من اللي شافوا الاعلان وقفوا وضغطوا على الاعلان، ايا كان بقى فتحوا الفيديو او داسوا على اللينك، فده يعتبر تمام. فيما فوق طبعا بعد الواحد في المية او اكتر من 1%، كل ما بيزيد عن 1% ده معناه ان انت الاعلان بتاعك نوعا ما ناجح من ناحية الكرييتيفز والاد كوبي. كل ما اقل عن الواحد في المية، يبقى انت كده محتاج ان انت تبدا تعدل في الاد كوبي اللي هو المحتوى، او الكرييتيفز اللي هو الصور او الفيديوهات بتاعه الاعلان بتاعك، بحيث ان انت تبدا تحاول تشد اكبر عدد عملاء من اللي شافوا الاعلان ان هم يبداوا يضغطوا على الاعلان، عشان ده بالتالي يبدأ يسمع معاك في باقي مراحل الفانل، فبالتالي تلاقي كل المراحل اللي جاية تبدأ تسمع معاك بنتائج أحسن. تالت مرحلة في فانل التسويق والإعلانات الممولة هي إن العميل ياخد الأكشن اللي أنت عايزه من غرض الإعلان نفسه. بمعنى إن العميل بعد ما يشوف المحتوى بتاعك، يقرأ المحتوى بتاعك، يتفرج على الفيديو بتاعك، إيه هو الأكشن اللي أنت عايزه؟ لو أنت شغال مثلا إعلانات كونفرجن، فأنا عايزه يضغط على اللينك ويخش على الويب سايت عندي عشان يبدأ يشوف الأوفر بتاعي. او لو انت شغال اعلانات مسجز مثلا، فانا عايز العميل يضغط على زرار السند مسج ويبعت لي رساله عشان يبدا يعرف باقي التفاصيل. في المرحله دي انت لو قدرت تشجع العميل وتوضح له، والاهم ان انت توضح له ايه هو الكول تو اكشن، او ايه هو الاكشن المفروض يعمله خلاص بعد ما شاف المحتوى وبعد ما شاف الاعلان بتاعك، قدرت توضح له ايه هو الكول تو اكشن، وفي نفس الوقت قدرت تشجعه تعمل له حاجه معينه
بصيغه معينه بشكل معين انت تشجعه على انه ياخد او يعمل الكول تو اكشن ده، وياخد الاكشن ده ويخش على الويب سايت بتاعك، او ان هو يبعت لك رساله. فانت بالتالي بتزود عدد العملاء اللي هيتنقلوا معاك من المرحله الثالثه دي للمرحله الرابعه. فبالتالي هتلاقي اوتوماتيك النتائج كلها بتتحسن بشكل اوتوماتيك، بدون ما تزود اي حاجه في الاعلانات المموله، بدون ما تزود اي مصاريف في الاعلانات المموله، لان انت قدرت تزود نسبه الناس اللي هياخدوا معاك الاكشن. رابع مرحله في فانل التسويق والاعلانات هي ان العميل بتاعك، على حسب بقى انت شغال اعلانات كونفرجن ولا شغال اعلانات رسائل. لو شغال اعلانات كونفرجن فهي تقدر تقول عليها البرودكت بيج او الكونتنت فيو، ان العميل بيخش على الويب سايت او على اللاندنج بيج بتاعتك ويبدا يشوف تفاصيل الاوفر بتاعك. او لو انت شغال اعلانات رسائل، ان العميل بيبدا يخش يبعت رساله على الانبوكس، وبعد كده بيبدا يشوف الرساله اللي فيها التفاصيل. وده هنا بيفرق طبعا، كل حاجه فيهم على حسب. لو البرودكت بيج او اللاندنج بيج دي بيبقى ليها فيديو تاني هعمله ازاي انت تحسن نتائج البرودكت بيج او لاندنج بيج. الرسائل او الاعلانات الرسائل طبعا ده بيفرق على حسب اسلوب عرضك واسلوب الرساله اللي انت باعتها وبتتكلم مع العميل ازاي. فكره المرحله دي هي ان العميل بيبدا ياخد المرحله ان هو عايز يبدا يعرف اكتر عن تفاصيل المنتج ده. عشان تحسن المرحله دي انت محتاج ان انت تحسن الثلاث مراحل اللي قبليهم، او على الاقل المرحلتين اللي قبليهم اللي احنا شرحناهم، الثانيه والثالثه، عشان تبدا تزود عدد العملاء اللي وصلوا للمرحله الخامسه في فانل التسويق والاعلانات، هي الكونفرجن. الكونفرجن هي التحويل، بمعنى صح ان العميل يتحول من مجرد ان هو شخص شاف الاعلان بتاعك، لان هو مثلا لو انت بتبيع منتج ان هو طلب اوردر، او لو انت بتجمع داتا وبتجمع ليدز عايز تكلمه مع التليفون مثلا، فبعت لك بياناته عشان تتواصل معاه، ايا كان الاوبجيكتيف بتاعك ايه، يا اما طلب اوردر يا اما بعت لك بياناته للتواصل. في الحتة دي هي بتتقاس بنسبة مئوية، يعني كام في المية من الناس العملاء اللي شافوا الاوفر بتاعك، سواء بعتوا لك رسالة وشافوا الاوفر بتاعك، او دخلوا على اللاندنج بيج او البرودكت بيج بتاعتك او الويب سايت وشافوا الاوفر بتاعك، كام في المية؟ لو انت عايز رقم متوسط تقدر تقيس بيه اذا كانت الدنيا تمام معاك ولا لا، ففي المتوسط 3% بس من العملاء اللي بيشوفوا الاوفر بتاعك، سواء دخلوا على اللاندنج بيج او بعتوا لك رساله وشافوا رساله التفاصيل، 3% بس تقريبا اللي بينفذوا في نفس اللحظه. ممكن يبقى ازيد شويه في مجالات معينه، ممكن يبقى اقل شويه في مجالات معينه، ممكن برضو يبقى برضو ليها يعني فاريبلز كتيره جدا على حسب التوقيت وعلى حسب الموسم بتاع المنتج بتاعك اللي انت شغال عليه والخدمه اللي انت شغال عليها. بس تقريبا الافريج بيبقى 3%. يعني لو في 100 واحد بعت لك رساله، او في 100 واحد دخل على اللاندنج بيج وشاف الاوفر بتاعك، تقريبا ثلاثه بس منهم هم اللي بيطلبوا الاوردر في نفس الوقت. وعشان تحسن النتائج في المرحله دي انت محتاج حاجتين: يا اما تحسن نتائج المراحل اللي قبليها عشان تبدا تزود عدد العملاء اللي وصلوا للمرحله دي، فبالتالي تطلع منهم اكبر عدد ممكن من النتائج او الاوردرات او الليدز، يا اما ان انت بتبدا تحسن اسلوب عرضك للتفاصيل بتاعه الاوفر بتاعك. سواء ان انت بتحسن مثلا لو انت شغال اعلانات مسجات، ان انت بتحسن اسلوب الكلام بتاعك، اسلوب العرض بتاعك، بتعرض للعميل ازاي التفاصيل. او لو انت شغال على مثلا لاندنج بيج او ويب سايت، هي اسلوب العرض بتاعه اللاندنج بيج بتاعتك، الاستراكشر بتاعتها عامله ازاي بالظبط، حاطط له فيها ايه حاجات ممكن تفرق معاه، حاطط له تستيمونيالز ولا لا. الجزئيه دي بالذات والمرحله الخامسه دي بالذات محتاجه فيديو لوحده، هبقى اعمل فيديو عنه. بس دول ابسط مثال، يعني اللي انت لو عايز تحسن النتائج بتاعتك في المرحله دي، يا اما تحسن نتائج المراحل اللي قبليها، يا اما بتحسن اسلوب عرضك للاوفر بتاعك. المرحله السادسه في فانل التسويق والاعلانات هي ليها مسميات كتير، ممكن تقول عليها ريتارجتنج، فولو اب، متابعه، اعاده استهداف. ودي 90% من الناس ما بتتكلمش عليها. وهي زي ما احنا اتكلمنا في المرحله الخامسه، ان تقريبا 3% من العملاء اللي بيشوفوا الاوفر بتاعك، سواء دخلوا على الويب سايت او بعتوا لك مسج، هم اللي بينفذوا في الوقت الحالي على طول. فده مش معناه ان خلاص ال 97 الباقيين اللي دخلوا وبعتوا لي رساله او مثلا دخلوا على الويب سايت او اللاندنج بيج عندي خلاص انساهم واشوف اللي بعده. بالعكس، انت خلاص انت كده كده صرفت عليهم فلوس. ده احنا اصلا الناس اللي بتخش في المرحله الاولى او الثانيه، اللي هو يا دوبك شاف الاعلان بس، او حتى شاف الاعلان ودخل على الويب سايت من غير ما يعمل اي حاجه تاني، بنعيد استهدافهم. لان دول بيطلع منهم عدد اوردرات كويسه جدا، لان انت كل ما بتقرب العميل، ما بتوصل مع العميل لمرحله من مراحل الفانل والتسويق، كل هو ما بيقرب معاك لمرحله الشراء. فليه لما عميل بيوصل للمرحله الاولى او الثانيه بنعيد استهدافه، ولو عميل وصل معاك للمرحله الثالثه او الرابعه تسيبه؟ لو هو بعت لك رساله مثلا وما اشتراش،
او دخل على اللاندنج بيج وشاف الاوفر، وممكن يكون عمل اد تو كارت كمان وما اشتراش. فالناس دي مهم جدا جدا جدا، لان هم دول اللي هيبدا يطلع منهم عدد اوردرات كبيره جدا بتكلفه لا تذكر، على حسب يعني سياسه استخدام الريتارجتنج عندك. انت بتستخدم ايه بالظبط؟ بتستخدمها مانيوال، بتستخدمها بادز، بتستخدمها بشات بوت، بتستخدمها بايميلات، باس ام اس، على حسب انت ريتارجتنج بتعمله بايه. بس المرحله دي بالذات بتطلع اكبر عدد ممكن من الاوردرات باقل تكلفه، والمرحله دي لوحدها عايزه فيديو، يمكن كمان عايزه سيشن، ممكن ابقى اعمل سيشن عنها لايف هنتكلم عنها بالتفاصيل. عامة مرحلة الفانل عامة كلها، او مراحل الفانل، الفيديو عن الفانل لسه ما خلصش، بس انا مش عايز اطول عليك في كل حاجة في فيديو واحد، لان الفانل دي بالذات ممكن يتعمل فيها سيشنز وكورسات وفيديوهات كتير. بس انا الفترة الجاية ان شاء الله لو انت هتتابع الصفحة هبتدي انزل فيديوهات عن كل مرحلة لوحدها، ازاي ان انت تبدأ تحسن النتائج فيها، وعلى حسب سواء انت شغال اعلانات رسائل او شغال اعلانات كونفرجن. بس فكره الفانل والمراحل بتاعه الفانل مهمه جدا، وهي دي اساس التسويق، عشان كده دي ما ينفعش تخلص في فيديو واحد. انا حبيت بس اديك نبذه بسيطه ان في حاجه اسمها فانل، وان في حاجه اسمها مراحل العميل بيعدي عليها، ولازم تبدا تاخد بالك العميل بتاعك وقع في انهي مرحله. وفي الفيديوهات الجايه هبدا بقى اشرح في كل مرحله بالظبط العميل ممكن منك يقع ليه، وايه هي النسب اللي ممكن تبدا تقيس عليها، والارقام اللي ممكن تبص عليها، وازاي تعدل في كل مرحله، وكل مرحله ممكن تعدل فيها بشكل عامل ازاي، سواء على الويب سايت او لاندنج بيج او حتى على الرساله، او حتى لو بتتكلم في التليفون وبتعمل سيلز كولز. ده هنبدا نتكلم فيه ان شاء الله في الفيديوهات الجايه. اشوفكم في الفيديوهات الجايه.